ازاي تحصل على الحاج ضيوف؟ طبعا البطوله هتلاقي قدامك كده جنب الفعاليات وجنب الديفيجن والكلام ده، هتخش البطوله من هنا، هتلاقي تدوس دخول، هتدخل البطوله، هتختار طبعا المنتخب اللي انت عايز تلعب بيه. انا هلعب طبعا بأم الدنيا مصر. ابدأ يا باشا بمنتخبنا الوطني. ماشي، بسم الله. هتلاقي عندك خانتين قدامك. اول حاجه وهي دور المجموعات. هتدوس دخول. دور المجموعات ده هم 3 ماتشات. تحدد الصعوبه اللي انت عايزها. مش هتفرق قوي الصعوبه بالنسبه لك، فخد حاجه تقدر تخلص الماتشات بسهوله فيها، وايه، وما تلاقيش اي معاناه. هندوس دخول كده، يلا يا باشا. طبعا دي المجموعات. احنا معانا جنوب افريقيا وانجولا وزيمبابوي. المغرب برضو معانا ايه في المجموعه A و C، وكل المجموعات موجوده. دوس يا باشا التالي. طيب هنا بيقول لك اربح 5 نقط على الأقل من 3 ماتشات. يعني أنت هتلعب 3 ماتشات بتاع المجموعة بتاعتك، والمفروض إن أنت تاخد على الأقل 5 نقط. 5 نقط دول يعني المكسب بيديك 3 نقط والتعادل نقطة. كده أنتوا عارفين إن الهزيمة ولا نقطة. فأنت المفروض تكسب ماتش وتتعادل ماتشين على الأقل، وبس كده هتلاقي نفسك إيه، خدت ال5 نقط. بعد ما تخلص دي هتاخد كروت تطوير مهارات وحاجات وجيبي وحاجات من دي. احنا مش مهم بالنسبة لنا اي حاجة، احنا لازم نلعب دي عشان تتفتح لنا الخانة التانية. الخانة التانية اللي فيها مين؟ اللي فيها الحاج ضيوف. الحاج ضيوف هنا موجود اهو. هنستلمه لما نخلص البطولة كاملة. طبعا يعني الحاج ضيوف كارت قوي. دبل بوستر يعني. هيبقى حلو قوي ان انت تستلم وتحطه معاك في الفريق حتى لو مش هتلعب بيه بشكل اساسي. اسلوب اللعب وكل الكلام ده مش ظاهر عندنا بسبب ان احنا ما نقدرش ندخل على الكارت. بس بمجرد ما نستلم واعمل لك فيديو تطويره شامله ليه، واقول لك ازاي تطوره صح وتستفاد منه اكبر استفاده.